بقي ما عم برد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين؟ طولي بالك يا عمتو إلا ما يتصل. ما بظن يتصل. ليش؟ لأنه خجلان من عملته. ليش الشغل عيب؟ لك يا جدو الشغل مو عيب، الكذب هو العيب. اي والله انا من الاساس ما فاتت هالقصه لعقلي، وقصه هالعدد الصفر اللي ما كان يطلع. يبدو أنا الوحيد اللي مصدق كنت هالكذبة هي، لأنه أنا شو ما قالوا لي كنت صدقهم، لأني أنا ما ربيتكم على الكذب، أنا ربيتكم على الصدق وعلى الصراحة. مشان هيك ما كنت بتوقع العكس. معلش جدو، يمكن خجل يحكي قدامنا إنه هو بيشتغل قرصون. يا جدو الشغل مو عيب، بس هو لازم كان يحكي. أنا كنت دور كل يوم على المكتبات أسأل على مجلة خذ راحتك. أنا كنت عم بستنى اللحظة اللي أقرأ له فيها مقالة. أنا كنت عم نامه فيه وأحلم إنه يصير صحفي كبير. جدو معك حق بكل اللي عم تحكيه، بس هلا لازم نعرف وينه. بس يتعب من اللف بالشوارع بيرجع لحاله. نص هالمشاكل أنا سببها، قصة المدرسة ومصاريفها بعد قعدتي معهم. أنا لازم سوي شي، لازم أتصرف. يا ربي لولاي يمكن ما كان سامع يشتغل قرصون بالقهوة.